مساء الخير على كل مشاهدينا، أهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بيكم في لقائنا المتجدد في نجوم على لايف. نجومنا زي ما عودنا حضراتكم دايما نجوم مختلفين متميزين، لمعوا سطعوا في مجالهم بعد مشوار طويل من الجهد والتعب والاجتهاد علشان يستحقوا النجومية في مجالهم. نجمنا النهارده متعدد المواهب، فهو أديب وشاعر ومفكر، حصل على جائزة الدولة في الآداب، قام بتأليف 35 مؤلفا في مختلف مجالات فروع المعرفة، ونشر له العديد من البحوث في الدوريات العلمية والمجلات المتخصصة، وله أيضا 3 دواوين ويكتب القصة القصيرة. نجمنا ونجم حضراتكم النهارده دكتور محمد ماهر قبيل، المحلل السياسي والأديب والشاعر والمفكر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. منورنا، وعارفه طبعا ان هو مشوار طويل وحافل بالعديد من المحطات اللي هنحاول بنتمنى ان وقت برنامجنا يسمح بان احنا نمر على كل المحطات. إن شاء الله. قبل ما نبدا هذا المشوار مع حضرتك بستأذنك نطلع لفاصل مع حضرتك مع الساده المشاهدين ونرجع نبتدي حديثنا. خليكم معانا مشاهدين.
بجدد التحية والترحيب بكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في نجوم على لايف، ومع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور محمد ماهر قبيلة، المحلل السياسي والأديب والشاعر والمفكر. أهلا وسهلا بحضرتك اهلا يا دكتور. بيكي، اهلا وسهلا. مرحب بحضرتك، وهنبتدي المشوار الطويل من الشرقية، مكان الميلاد والنشأة. النشأة أيضا كانت في الشرقية يا فندم؟ الى حد ما يعني انا والدي كان ناظر مدرسه في مدينه الزقازيق اللي هي عاصمه الشرقيه، نعم. وميلادي كان في الزقازيق. نعم. وبعدين انتقلت الاسره الى بنها. بس قعدنا قد ايه في الزقازيق؟ في الزقازيق حوالي سنه. في بنها قضت الاسره سنه ايضا لم اكن مدركا. طبعا. انتقلت الاسره بعد ذلك الى القاهره، لان والدي كان رئيس قسم البحوث الفنية والمشروعات في وزارة التربية والتعليم. نعم. فانتقلنا إلى القاهرة. في فبتبدأ الذكريات من القاهرة. بدأت من القاهرة واستمرينا في القاهرة، ما انتقلناش لمكان آخر. لا، بعد في القاهرة سنوات، ثم عادت الأسرة إلى الشرقية مرة بس أخرى. سنوات بقى دي، هنا المرحلة دي بتاعت حضرتك في الطفولة بقى، يعني هنا تقريبا حضرتك وصلت القاهرة عمرك 2 أو 3 سنوات. تقريبا سنتين. يعني سنتين. بعد كده طب كان في حد يعني الأهل والأقارب، الجدود والأعمام والخلان من الشرقية، ولا كان في ناس هنا في القاهرة؟ العيلة أصلا من الشرقية، لكن كتير منهم كانوا مقيمين في القاهرة. يعني كان في جو عائلي ما اتحرمتوش منه انتوا، او يعني قعدتوا لوحديكوا في القاهرة؟ طبعا، هو الجو العائلي كان بيفرض ذاته نعم. في كل المراحل. نعم. يعني العيلة كانت مترابطة، وكانت الصلات قوية. تمام. فعلى طول كان في زيارات، وكان في علاقات وطيدة بالأهل. يعني الجو العائلي كان بيصاحبني في كل مدينة أنتقل إليها. هو أنا بسأل السؤال ده لسبب إن أنا عارفة دايما إنه أهالي القرية، أو اللي هو يعني مش المدن الكبيرة، بيبقى عندهم عادات وتقاليد، وفكرة العيلة دي فكرة أساسية، وإنه البيوت مفتحة على بعض زي ما بيقولوا، غير القاهرة شوية بيبقى كل واحد قافل على نفسه بيته. يعني لما بينتقلوا إلى القاهرة بيحملوا معاهم ثقافة حقائب الريف. يعني طباعهم وعاداتهم وتقاليدهم ما بتتغيرش كتير. نعم. يفضلوا برضو مترابطين، برضو على صلات وثيقة ببعضهم البعض، فبتظل الروابط العائلية قائمة. أيوة. فده كان موجود يعني. طب هنا بقى نتكلم عن طفولة حضرتك هنا في القاهرة. كانت في أي حي تقريبا هنا؟ هو والدي كان في وزارة التربية والتعليم، في الوزارة المركزية ذاتها اللي موجودة هنا في فكان البيت قريب على مقربة من الوزارة، لأنه زمان كان سهل قوي الواحد، يعني سنة 1957 سهل قوي إنك تنزلي تأجري شقة طبعا في القاهرة. ما كانش موضوع صعب، ما كانش فيه مشكلة خالص يعني. فأجر شقة وبإيجار لا دي مش عجباني، عدد الأوض أقل، والملك يتحايل عليكي بالظبط، وإيجار زهيد كان في ذلك الوقت. والملك يعني بيبخر الشقة عشان يلاقي لها مستأجر. ده حقيقة. فأجر شقة على مقربة من الوزارة وأقمنا فيها. نعم. والشقة كانت في طابق مرتفع إلى حد ما، أظن الرابع أو الخامس حاجة كده. وبعدين أجرى جراحة. فالجراح اللي أجرى له الجراحة بيقول له بابا، بيقول له يا دكتور أنا بتعب من السلم. قال له سلم؟ أنت ساكن في أنهي دور؟ ما كانش في أسانسير في العمارة. قال له مش عارف الرابع أو الخامس حاجة كده. قال له لا يا أستاذ، لازم تعزل على الأرض، تنزل على الأرض، مفيش سلم، ما تطلعش سلم. فانتقلنا لشقة أخرى كانت أكبر شوية، بس كانت أرضي. في الدور الأرضي. وأنا فاكر ذكريات طبعا من المشهد ده. يعني فاكر مثلا كان من تقاليدنا إنه الشغالة تاخدنا في العيد وتروح جنينة الحيوانات، تفسحنا في جنينة الحيوانات، الأطفال بس. تاخد الأطفال وتفسحهم في الجنينة. هو عدد إخوات حضرتك وترتيبك كان إيه؟ إحنا 7 ما شاء الله، 4 بنات و3 ولاد، وأنا السابع. ده آخر العنقود. آخر العنقود. فكانت
تدفعنا، كل واحد يدفع نصيبه في الرحله. يعني طبعا الرحله بناخد مثلا تاكسي ونروح جنينه الحيوانات وفي تذكره للجنينه وبناكل حاجه بنشرب حاجه، أيوة. فكل واحد يدفع نصيبه. فانا كنت صغير فساعات ما ارضاش ادفع يعني العيديه بتاعتي والفلوس اللي معايا، ولا لا انا مش هدفع. فترجع تشتكي لماما تقول لها يا ستي ماهر مش راضي يدفع. قلت لها بس لما تيجي ابقى اديكي، خليه يروح معاكي، ولما تيجوا ابقى ادي لك اللي انت عايزاه. فحاجات كده كانت مواقف ظريفه يعني. ايوه. وكنا بنروح نتفسح ونسمع الاغاني بتاعه بس فكره المرحله ان دي. حضرتك اخر العنقود، كنت متدلع يعني الاخوات الكبار البابا وماما، على اساس ان بيجي الصغنن ده جاي على كبر بقى الى حد ما انا جيت على كبر فعلا، ان انا جيت كان والدي تجاوز ال50 من العمر، فجيت له على كبر. فإلى حد ما كنت مدلل، وكنت طفل قارئ. يعني أول ما دخلت المدرسة أيوه من أولى ابتدائي اتعلمت القراية بسرعة. أول سنة اتعلمت القراية على طول، كل يوم لازم أقرأ الجورنال، ولازم أقرأ كتب بقى وقصص مين وأقضي وقتي أخد كله. باله من هذا الأمر، أو اكتشف فيه إنه الطفل ده مختلف عن باقي إخواته أو باقي قرنائه بإنه بيقرأ في السن المبكرة دي؟ لا ده كانت بصورة فيها مبالغة. أنا وقتي كله في القراية، لدرجة إنها كانت محل تندر يعني في العيلة. أيوه، أنا عشان كده بسألك مين اللي أخد باله من الموضوع ده؟ والدي. كنت أقرأ، ممكن أقرأ 16 ساعة في اليوم مثلا، قاعد على ياه. طول أقرأ. طب ما في ما العبش. اختيارات للقراءة في حاجات معينة، ولا اللي موجود لا أنا والله بقرأه؟ كنت أقرأ، وساعات أقرأ حاجات أكبر من سني. يعني كنت أقرأ الكتاب المقدس، أقرأ الإنجيل، وأروح أسأل والدي على حاجات، فساعات أيوه. يجاوبني وساعات يضحك على أسئلتي، لأن أنا بسأله في حاجات لاهوتية وفي حاجات، وساعات يقول لي أنا مش مرجع في الحاجات دي. ما يعني فكنت أقرأ حاجات أكبر من سني، لدرجة إنه أخويا لما ابتديت أألف كتب وأنا طفل صغير، وكانت كتب طبعا غير صالحة للنشر يعني، لكن أنا كده داخل يعني إيه، من إن بدري أنا جاي مش داخل بس قارئ، ده أنا التأليف. كاتب كمان. فمن ضمن الكتب اللي كنت بألفها وأنا طفل صغير في المدرسة الابتدائية سيرتي الذاتية. فأخويا حط لها عنوان طفولة شامخة. يعني واحد طفل صغير وقاعد يقرأ ويألف كتب، وكتب طبعا غير صالحة للنشر، بس جوايا إحساس إن أنا وظيفتي هتبقى كاتب، يعني إن أنا بألف ده كتب. ده في سن كام؟ في المدرسة الابتدائية، سن 8 سنين 9 سنين 10 سنين. ألفت رواية. ألفت رواية عن عصابة بتسرق البترول. بتسرق البترول من أنابيب البترول، تعمل ثقب في الأنبوبة وتسرق البترول، والبوليس بيطاردها. وبعدين الرواية ما زالت موجودة عندي لغاية دلوقتي، ما اتنشرتش طبعا. اكتشفت ان فعلا في ناس بتسرق البترول لما كبرت. يعني اكتشفت ان انا ما قلتش حاجه غريبه، او مش ان في عصابات فعلا بتعمل ثقب في انابيب البترول وتسرق البترول. فاكتشفت ان انا الخيال اللي تخيلته ده وانا صغير له مردود او له صدى في الواقع يعني. ايوه. في حد يا فندم شاف الروايه دي، يعني وريتها لحد في البيت، في المدرسه، مدرس اللغه العربيه؟ لو وريتها لوالدي وقراها، طبعا رواية ساذجة يعني لأنه كاتبها طفل عمره 10 سنين. ايوه. فقال بس والله بالنسبة لسنه تبقى يعني معقولة، يعني ايوه. تنبئ بموهبة. لكن أنا كان مثلي الأعلى في الأدب عمي، مش والدي. عمي كان كاتب وكان أديب، وتوفي قبل ميلادي بحوالي 13 سنة. يا لكن توفي شابا يعني. لما توفي كان عمره حوالي 30 سنة. تمام. لكن أنا لقيت كتابين من كتبه في المكتبة في البيت. كتاب اسمه ابن المقفع، وكتاب اسمه مذكرات في أدب الثقافة. نعم. فقريت الكتابين دول وشفت صوره وحبيته قوي واتعلقت بيه. وانا سميه، يعني انا متسمي محمد على اسمه، هو كان اسمه محمد قابيل، وانا متسمي محمد ماهر قابيل، بس ماهر للتمييز يعني. أيوة. انما انا سميه. فانا حبيته رغم اني ما شفتوش، واعتبرته مثلي الاعلى. نعم. وحسيت ان انا يعني
عليا رسالة أو ليا رسالة في الحياة، إن أكون أنا بقى محمد أبيل. يعني أنا استمرار له، أو أيوة. أبقى أنا الكاتب أيوة. محمد أبيل اللي رحل مبكرا، أكون نعم. أنا امتداده، نعم. أو أكون أنا هو يعني. أيوة. طب خلينا في مرحلة الطفولة. الطفل محمد ماهر كان شقي، كان هادي، كان ايه هواياته؟ يعني كلمني اكتر على مرحلة الطفولة يا دكتور. لا، كنت حالة خاصة خالص. ليه؟ يعني لا بشترك في لعب ليه؟ ولا ماليش اصحاب قوي. على طول وقتي في القرايه وفي البيت، لدرجه ان والدي خاف على عينيا من كتر القرايه. هم كان عندهم يعني تصور كده ان القرايه الكتير تاثر على العين، ممكن العين تضعف يعني من ايوه. كثره القرايه. فقال لي في حاجه في الاذاعه اسمها البرنامج التاني، ابقى اسمعها، هتلاقي فيها ماده ثقافيه زي بالظبط الماده اللي بتلاقيها بتقراها. في الكتب. نعم. فممكن تخفف العبء على العين شوية وتسمع. ابتديت أسمع البرنامج التاني وأتابعه، ولما كبرت اشتغلت في البرنامج التاني. كنت طفل بتحب الوحدة اكتر، بتحب تبقى قاعد مع كتبك ومع نفسك طفل اكتر. قارئ، وعشان كده ده سبب لي مشكلة على فكرة طول حياتي. لأنه الواقع له لهجة غير لغة الكتب. صحيح. فلما كنت مضطر أنزل للواقع وأتعامل مع المجتمع، أحيانا كنت بتكلم بلغة الكتب مش بلهجة الواقع. ايوه. يعني أنا فاكر لما جيت أدخل اتحاد الكتاب، كان مطلوب صحيفة الحالة الجنائية. ايوه. فرحت اسم النزهة عشان أطلع صحيفة الحالة الجنائية. فدخلت على المأمور الاسم بقول له الصحيفة دي، فالراجل ضحك، اللي هم ما بيقولوش الصحيفة، بيقولوا الفيش. ايوه. وانا ما اعرفش كلمه الفيش، هو مكتوب عليها صحيفه الحاله الجنائيه، فانا فبقول له بقى هو ده اللي الصحيفه دي، مكتوب. بقول له الصحيفه دي فضحك. بيقولوا عليها الفيش، ايوه. الفيش والتشبيه. طب علاقة حضرتك باخواتك مثلا، هل كان في مثلا بتلعبوا مع بعض يعني، ولا هما كانوا اكبر كتير بحيث ان فرق السن كان لا، مزود فكرة الوحدة؟ اخويا الكبير اه. دكتور مجدي ابيل اكبر مني ب10 سنين. نعم. فهو كان بيهتم بيا الى حد ما، وهو كان قارئ برضه. نعم. بس كان له اتجاهات معينه في القرايه، كان يحب يقرا الروايات قوي. اه. فكان حريص، كان بتطلع على ايامنا سلسله اسمها روايات عالميه، بياخدوا الروايات العالميه ويترجموها للغه العربيه. ايوه. وكانت تصدر في سلسله بسعر زهيد جدا. يعني شوفي بقى دلوقتي لما تيجي تشتري كتاب، انت عاوز تشتريه بكام؟ ايوه. لا، ايامنا بقى كانت تشتري الروايه، ما زالت اسعارها مكتوب عليها عندي في مكتبه البيت لغايه دلوقتي. تلاقي روايه فخمه جدا لكاتب عظيم وثمنها 3 قروش. حاجه كده، 3 قروش، ايوه. 5 ما هو قروش. حسب العصر والعهد طبعا يعني. فكان دايما حريص على شراء الروايات العالميه نعم. ويجيبها البيت. فكنت اقرا الروايات العالميه، وقريت نعم. حاجات كتير من الروايات العالميه وتاثرت بيها. وحسيت ان انا يعني زي ما بتقولي كده، كل ميسر لما خلق له. ان صحيح. انا في المستقبل ضروري هبقى كاتب، يعني مش هقدر اشتغل حاجة تانية. في حاجه تانية. لكن كنت بحب كمان التمثيل والغنى قوي. فمثلت وغنيت على المسرح المدرسي مرتين، وكان صوتي مشهود له يعني. كنت بمثل وبغني. طب ما كان في هوايات غير بجانب تمثيل، بجانب حاجات فنية، القراءة؟ التمثيل والغنى. وبعدين طبعا الحياة بتاخد الواحد يعني. طبعا. وفي العيلة ما بيبقوش متقبلين قوي انه تبقى المهنة ممثل او مغني. يعني بيعتبروا ان دي مش المهنة، هم عايزين ابقى موظف كبير. ايوه. يعني في العائلات ايوه، في يقول ذلك لك الوقت طبعا كان يقول لك ده تفكير ما ما بشكل يبقى كبير كده طبعا. مدير طبعا. كبير كده طب على ذكر الاهل والبيت، الوالد والوالده زي اثروا في تكوين شخصيه حضرتك؟ يعني اتاثرت بمين فيهم اكتر؟ ايه اللي طباعك بقت يعني زي ما بيقولوا نسخه كده استنساخ من الوالد او من الوالده؟ والدي كان ناظر مدرسة، وكان رئيس قسم البحوث في وزارة التربية والتعليم، وكان مدير تعليم في السويس، وكان كاتب أطفال. فخدت منه الكتابه. خدت منه الكتابة، أدب الطفل ده موروث عن والدي. كان بيكتب
قصص أطفال. نعم. والدتي كانت ربة بيت، وكان لها من اسمها نصيب. كانت السيدة زينب بحق، يعني إنسانة مصلية تقية عابدة، وقتها كله لبيتها ولأولادها، ملهاش اهتمامات أخرى. فكان عندها كمان 7 أطفال، يعني دول حتى لو في 2 شغالين في البيت مش كفاية برضه مش كفاية طبعا على خدمة 7 طبعا أطفال. طبعا. فهي كانت مكرسة حياتها لبيتها. فأنا يعني أخدت من والدي اتجاهي لأدب الطفل، وأخدت من الوالدة المحافظة على الصلاة، والشخصية المتدينة ورثتها عن الوالدة. نعم. كنت بشوفها دايما حريصة على صلاة الفجر، والناس كلها نايمة لازم تقوم هي قبل الفجر تتوضى وتصلي. فلغاية دلوقتي أنا يعني حريص ما على شاء الله. الصلاة، ودي بعتبر نفسي أنا مدين لها، والخالي كمان، لأن خالي كان حريص على أنه يعلمني الصلاة وأنا طفل صغير. تمام. الأحلام والهوايات والطموحات للطفل محمد ماهر كانت ايه؟ هل ما حضرتك طفل صغير بتحب القراءة، بدأت تألف روايات، بس هل كان يعني مدرك او حابب فكرة انه انا هبقى كاتب او هبقى مؤلف، او يعني الناحية دي كانت من حضرتك طفل صغير عايزها، ولا كان في بعض الحاجات بجانب دي؟ لا طبعا، هي المهنة الأصل كاتب. ودلوقتي البطاقة الشخصية بتاعتي لو طلعتها لي من جيبي دلوقتي تلاقي المهنة كاتب. يعني حضرتك طفل صغير وانا عايزه ابقى كاتب، ما عنديش اي افكار اخرى. طب انا هدخل كنت حابب التمثيل والغنى، لكن الكتابة كانت هي قدس الأقداس. طب كانت يعني مخطط انا عايز ادخل كلية ايه علشان منها هبقى كاتب؟ كنت حابب ادخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. نعم. عشان في العلوم السياسية اخد الفكر، التكوين الفكري. بمعنى ايه؟ انه الكاتب من غير مرجعية ايديولوجية ممكن يتحول لمتغير تابع، لمتغير مستقل. يعني ما يبقاش عارف ايه الاتجاه المفروض يكتب فيه، او يتغير تبعا لتغير التطورات. نعم. فإذا كنا مثلا في حالة حرب يكتب قصايد للحرب، إذا انتهت حالة الحرب يكتب قصايد للسلام. أيوة. وهو مش فاهم إيه مرجعية الحرب، إيه مرجعية السلام. صحيح. هل الصح إن احنا نحارب ولا إن احنا نكون في حالة سلام؟ تخصصي في العلوم السياسية اداني المرجعية دي، اداني العقل النقدي بالفعل اداني العلم، اداني القدرة على اني اميز، وانه مش اي حاجة اشوفها اخدها قضية مسلمة. صحيح. لا، يعني العقل النقدي كان مهم جدا بالنسبة لي، ابقى فاهم ما هو كائن وفاهم ما ينبغي ان يكون. فمش اي حاجة تحصل هبقى انا اسير لها. أيوة. يعني هو دايما مصر بطبيعتها تاريخيا مشعة عبر العصور، دي حقيقة تاريخية وجغرافية. أي حاجة تحصل في مصر بتندح في العالم كله. صحيح. العالم كله بيتأثر بمصر. عشان كده نابليون قال: من يسيطر على مصر يسيطر على العالم. لأنه مصر مشعة. فشوفي بقى لما تيجي حكومة في مصر وتعمل حاجة يقول لك: ما هي مصر عملت. ولما مصر تعمل خلاص العالم كله يعمل. صحيح. يعني انا بقول ايجابا وسلبا. خدي بالك، ظاهره خطيره جدا ودي حقيقه. مش بقولها على سبيل الزهو او يعني انت عارفه لو جت في مصر حكومه واباحت حاجه محرمه تلاقي العالم كله يعملها. لك ما هي مصر عملت. يعني دي حقيقه. وهي يعني سميت ام الدنيا مش من فراغ. يعني لك يعني شوفي، في اكتر من 5 رسائل دكتوراه بتناقش تأثير
سعد زغلول وحركة التحرر الوطني في مصر، أيوة. على جندي وحركة العصيان المدني في الهند. وجندي قال أنا تأثرت بسعد زغلول وبحركة التحرر الوطني في مصر لما قمت بحركة العصيان المدني في الهند لمقاومة الاحتلال البريطاني. حقيقي. شوفي بقى تأثير مصر مش على المنطقة الممتدة من الخليج إلى المحيط بس، لا ده بره لا، ده المنطقة دي كمان. كاسترو طبعا. قال تأثرت بمقاومة مصر للعدوان الثلاثي لما قمت بثورتي في كوبا. الحمد لله. نطلع لفاصل يا فندم ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. خليكم معانا مشاهدينا في فاصل قصير ونعود. نجوم السينما. نجمة نجوم جيلها يلتقون في حوار شيق جدا، قادرين ان هم يختلفوا في ادوارهم على مدار مراحلهم. جريء جدا، في شغلي ريسك تيكر، يعني مجازفة، بس في حياتي الشخصية لا. وخاص جدا. الإشاعات ما جاتش جنبك قوي، ما اخترقتش بيتك، ما اخترقتش أسرتك. كلوز اب في الأوقات التالية على نايل لايف. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. ما زلنا معكم في نجوم على لايف، وما زال نجمنا وضيفنا ليه النهارده دكتور محمد ماهر قابيل، المحلل السياسي والأديب والشاعر والمفكر. برحب بحضرتك يا دكتور معانا مرة تانية. اهلا وسهلا. بنستكمل الحديث والمشوار بعد التحاق حضرتك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. هل كنت طبعا اتخرجت بتقدير امتياز كمان، هل كنت يعني مثلا عامل في حسابك من ساعة ما وقت ما دخلت الكلية انه انا هاخد كارير الجامعة، انا هبقى معيد، انا عايز ايه في ذلك الوقت؟ وانا كان والدي يقول لي اما انت لو تدخل كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، وانا تلميذ في المدرسه، ايوه، يعني هو بيرى ان الكليه دي بالنسبه لي هتبقى اجمل وانسب كليه تتفتح فيها مواهبي وتظهر قدراتي. نعم. وفعلا لما دخلت الكليه من سنه اولى اتعرفت في الكليه كلها. من سنه اولى كنت الطالب المثالي لكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. من نعم. سنه اولى. نعم. لدرجه ان انا فاكر انه أستاذي الدكتور أحمد عمر الله يرحمه قال بس لما يبقى الطالب المثالي من سنة أولى ده معناها إن هو جاي للكلية مثالي كده، يعني الكلية ملهاش دور في تكوينه، ده هو جاي لها مثالي. نعم. لما يختاروا الطالب المثالي من سنة أولى. صحيح. اتعرفت في الكلية وكنت طالب مناقش، مش عايز أقول مشاغب، يعني يناقش الأساتذة في المحاضرات ويسألهم وكنت معروف في الكلية، وكنت طبعا حريص على استكمال الدراسات العليا. نعم. فأول ما اتخرجت على طول دخلت السنة التمهيدية للماجستير واجتزتها بتقدير جيد جدا. هل كنت متخرج بمرتبة الشرف؟ لا، أنا ما خدتش مرتبة شرف في البكالوريوس، لكن خدتها في الدكتوراه. تمام. دخلت السنة التمهيدية. فأول حاجة كان تمهيدي الماجستير. السنة التمهيدية واجتزتها بتقدير جيد جدا، وكنت الطالب الوحيد من غير المعيدين اللي حصل على تقدير جيد جدا في السنة التمهيدية. وبعدين سجلت الرسالة وكانت بعنوان شائك جدا. رسالة الماجستير كانت بعنوان البعد الدعائي للعلاقات المصرية الإسرائيلية. في وقت كانت لسه فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية في مرحلة بداية نسبية، وقطاعات كبيرة من الرأي العام مش متقبلة أصلا العلاقات دي، ومفيش تمييز قوي بين الرؤية المنهجية وبين العمل السياسي. أيوة. يعني الناس ما بتميزش
بين الباحث المتخصص وبين المشتغل بالعمل السياسي. صحيح. فأحيانا بيخلطوا دي بدي، فيتصوروا ان انا عشان اخترت محور زي ده يعني معناها. انا فاكر انه في واحد من كلية الإعلام قال لي أنت عضو في حزب التجمع؟ قلت له لا، عمري ما انضميت لحزب سياسي، عمري في حياتي ما دخلت حزب سياسي. كنت مؤمن دايما إن الكاتب المفروض ما يكونش عضو في أي حزب سياسي. صحيح، ملوش أي انتماءات، لازم محايد، يبقى مستقل، مستقل برؤيته هو. قلت له عمري في حياتي ما دخلت حزب سياسي، ولا والدي من قبلي عمره كان عضو في أي حزب سياسي. نعم. قال لي ده أنت لو رحت لهم يعينوك نائب رئيس الحزب. يعني هو شاف ان الرؤية اللي انا بطرحها في رسالة الماجستير تتفق مع رؤية اليسار. أيوه. او رؤية حزب التجمع، وانا لا لي علاقة باليسار ولا لي علاقة بحزب التجمع. أيوه. قلت له دي رؤيتي انا. أيوه. ما انا ماليش اي علاقة باي حزب سياسي. نعم. وعمري في حياتي لا دخلت حزب سياسي ولا رشحت نفسي في انتخابات. عمري، يعني ده مبدأ ألزمت بيه نفسي، ان انا لا ادخل حزب سياسي ولا ارشح نفسي في انتخابات ولا اتولى منصب ولا تكون لي اي صلة بالعمل السياسي. نعم. يعني انا في موقع الفكر، فماليش علاقة، لان الفكر أيوة. غير الممارسة. طبعا. والممارسة قيد على الفكر، ولو انتميت لحزب اصبح فيه انتماء تنظيمي، بالتالي فيه ولاء ايديولوجي، فانا مسؤول بقى عن الحزب ومنتمي له، وأنا مش عايز ده. وانا مش عايز ده خالص. صحيح. طب أول خطوة عملية بقى خاصة بالكتابة، يعني إحنا في الماجستير وأخدنا الماجستير بالفعل إحنا هنا بقى الشغل والحلم راحوا فين؟ الحلم لم يفارقني طول العمر، والحمد لله حققته. الحمد لله. وكنت دايما بقول ان الانسان يملك العالم. يملك العالم بمعنى انه يحقق فيه ما يريد. أيوة. ويحصل منه على ما يشاء. يعني انا حابب ابقى كاتب، حابب ابقى مقدم برامج، اشتغلت مقدم برامج. انت بقى طب كده ايه اول خطوه قبل بقى المقدم البرامج او الكاتب؟ كانت ايه اول خطوه بقى في مجال العمل؟ يعني اول خطوه عمليه عملتها كانت ايه يا فندم؟ انا ابتديت الكتابه وانا في سنه اولى في الكليه. تمام. ابتديتها بقصه قصيره في صحيفه صوت الجامعه، كانت بعنوان الخطوه قبل الاولى. دي اول قصه كتبتها في حياتي، كانت في صحيفه صوت الجامعه. فبديت الكتابه في ال20 من العمر تقريبا. لما اتخرجت في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه اشتغلت في اكتر من مجال. اشتغلت في الاذاعه. طب انا زميل على فكره. ايه الظروف؟ اهلا بيك يا فندم، منورنا دايما. طب ايه ظروف التحاق حضرتك بالاذاعه؟ والله الاذاعه عملت امتحان وتقدمت ونجحت في الامتحان واشتغلت في الاذاعه. تقدم برامج؟ لا، اشتغلت محرر مترجم في الاخبار. في الاخبار العربيه في الاذاعه. كان شغلي في الطبق الرابع. نعم. احنا في الرابع دلوقتي. احنا في الرابع. في الدور ده كنت بشتغل. وبعد الاخبار انتقلت الى اخبار الشرق الاوسط، ثم الى الاستماع السياسي، ثم الى تخطيط الانتاج الاذاعي المركزي. ايوه. ثم الى البرنامج الثقافي. وكنت معجب جدا بالبرنامج الثقافي. نعم. فاستمريت فيه. ايوه. طب دي الاذاعه، حضرتك بتقولي عملت باكتر من مجال او اكتر من مكان. اشتغلت في الهيئه العامه للاستعلامات. ده كله مع بعض، ده كله مع بعض في نفس التوقيت؟ كان على التوازي. على التوازي مع شغلي في الاذاعه. نعم. واشتغلت باحث في مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه في مؤسسه الاهرام. كنت بشتغل في 3 جهات. ايوه. وكنت حابب ده قوي. يعني ان انا بشتغل في مجالات متعدده، وان انا قادر اوفق يعني ما بينهم. اوفق. طب الكتابه كان فين مكانها بقى؟ الكتابه ابتديتها في مجال العلوم السياسيه. اول ما اتخرجت كان اول كتاب ليا صدر عن مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه في مؤسسه الاهرام، كان بعنوان المجتمع الاسرائيلي. وكان الكتاب عباره عن دراسات اقتصاديه سياسيه اجتماعيه
للمجتمع الإسرائيلي. يعني ممكن تعتبريها من منظور أعرف عدوك، ممكن تعتبريها في السياق ده إنه إحنا لازم نعرف الآخر، لأن خدي بالك هم يعني في كيان الاحتلال يعني لا تتخيلي حريصين قد إيه على متابعة كل ما يحدث في مجتمعاتنا. طبعا. لدرجة إن أنا لقيت إنه كتبي مترجمة للغة العبرية ومنشورة عندهم من غير ما يقولوا لي. أنا اتفاجئت ولما دخلت على النت إني لقيتها مترجمة للغة العبرية ومنشورة عندهم. مدين لك الحق على الأقل كاتبين اسم المؤلف، كاتبين اسمي أيوه عليها، بس مترجمينها للغة العبرية من غير استئذان ومن غير أي حقوق يدوها لي. أيوه. أنا ابتديت بكتابين عن المجتمع الإسرائيلي. أول ما اتخرجت صدر أول كتاب في السنة التالية مباشرة لتخرجي. أيوه. ثم صدر الكتاب الثاني. وبعدين افتكرت أدب الطفل، وده كان أحد المجالات اللي بحبها جدا، فكتبت قصص أطفال. أول قصة كتبتها للطفل كانت بعنوان أبي نجار السواقي. وأبي نجار السواقي لها حكاية غريبة، لأن هي كانت قصة والدي كتبها وفقدت قبل أن تنشر. يعني لم تجد، هو كتبها هو في الوزارة، ولما انتقل للسويس بعد شوية عن مجال الكتابة، لأن ده أنت عارفة دايما مجال النشر مرتبط بالقاهرة. فلما يروح السويس ما فيش بقى ناشرين زي اللي موجودين في القاهرة وكده، فاتسابت القصة مخطوطة في البيت. وبعدين انت عارفة في البيوت جزء من تنظيف البيت انهم يلموا الكتب والورق يرموه. ينظفوا، تيجي الشغالة تنظف فتلم الكتب والورق وترميها، لان الورق ده يعني ايه؟ ملوش لازمة. ملوش لازمة. فرموا القصة. ايوه. فقدت. بس كنت عارفها يعني، قعدت قريتها وانا طفل ونسيتها. كنت فاكر منها 3 كلمات: ابي نجار السواق. فصعبت عليا جدا لدرجه ان انا كتبتها. كتبتها انا بقى يعني. أيوه. ولما كتبتها قدمتها لمسابقه فخدت المركز الاول، طلعت الاول. وتعاقدت معايا المؤسسه او الشركه الناشره، تعاقدت معايا على نشرها. تمام. ورسمها عميد كليه الفنون الجميله. واتطبعت 3 طبعات في سنتين. ايوه. والقناه الاولى في التلفزيون قدمتها ما شاء الله. وحصلت عنها على جائزه الدوله في الاداب. وتطرقت اليها رساله ماجستير في سوريا اشارت اليها. وحصلت على منحه من اتحاد الكتاب اللي انا عضو فيه لما حولتها لروايه، لان انا طورتها بعد كده، حولتها لروايه ونشرت الروايه بمنحه من اتحاد الكتاب. فكانت ابي نجار السواقي بالنسبه لي يعني فتحة خير. فتحة خير ونقطه فارقه في مسيرتي. ايوه. بعد كده استمريت في مجال الادب الطفل. فكتبت سلسله قصه مثل. سلسله قصه مثل دي كانت قصص الامثال اللي كان والدي بيحكيها لي وانا طفل صغير. ايوه. كل مثل له قصه. احنا ليه بنقول للسر المشترك احنا دافنينه سوا؟ وليه بنقول للامر المستبعد في المشمش؟ ده كل دول له قصص. وليه بنقول اخر خدمه الغز علقه؟ وليه بنقول غراب ابن غراب؟ وليه بنقول اول ما يشطح ينطح؟ كل دي لها قصص في الفولكلور المصري. القصص كانت جميله طبعا. وطريفه ومشوقه وداله. فانا كتبت سلسله 7 قصص واتنشرت في 7 كتب بعنوان قصه مثل. حكيت فيها قصص الامثال دي. ايوه. وكتبتها في شكل سردي. بعد كده كتبت ادب الطفل في الواقعيه الاجتماعيه بقى. انه مش لازم ما تكتبي للطفل تكتبي له الخيال المحض. يعني مش لازم تكتبي له عن حاجات خياليه، لا سيما الطفل في زمن
الكمبيوتر والكمبيوتر بقى طفل مختلف عن صحيح، ده الطفل حقيقي. قبل كده. طبعا. يعني ما يصدقش حاجة إلا إذا اقتنع بيها. صحيح. وأنا كانت ليا تجارب طريفة يعني مع أطفال في العيلة، أولاد إخواتي وكده. فلما أقول لحد منهم حاجة مش منطقية وأتعمد إنها تكون مش منطقية، يبص لي كده، لا ما يقتنعش. هو مش عايزك تعامليه على إنه صغير أو تستخفي بعقله، لا، هو عايزك تعامليه بندية. مش بس بندية، ده هو بيحس إنه إذا كان ولا بد من تميز، ده هو اللي يتميز عليك، إن هو بيجيد لغة الكمبيوتر وبيجيد صحيح. التعامل مع مفردات التكنولوجيا ومع الوسائط المتطورة أكتر منك. صحيح. فبالتالي هو مش بس ندية، لا، ده هو حاسس إن هو في مرتبة أعلى. طبعا. لأنك أنت جيل الكتاب الورقي وجيل التلفزيون، لكن هو جيل الكمبيوتر وجيل صح. الإنترنت طبعا. وبيجيد التعامل مع الوسائط دي أكتر. كانت محطة مهمة بالنسبة لك تأسيس أول مكتبة متخصصة للدراما في تاريخ الإذاعة المصرية. ده أثناء العمل في الإذاعة المصرية. إيه قصة هذه المكتبة؟ ده كان جزء من العمل في تخطيط الإنتاج الإذاعي المركزي. حضرت اجتماع للجنة النصوص الدرامية وطرحت الفكرة، فوجدت ترحيب منها. يعني لقيت أعضاء اللجنة رحبوا بالفكرة، وإنه إحنا نأسس مكتبة للدراما في الإذاعة. أيوة. تكون بمثابة مرجعية للمؤلفين وللقائمين على العمل الدرامي وللمخرجين وكده، عشان نربط الدراما بالواقع. لأنه الدراما ما تبقاش منفصلة عن الواقع، أو ما تبقاش ماشية في اتجاه والواقع في اتجاه تاني. صحيح. يعني احنا عايزين الدراما تكون في واقعيتها تعبير عن المجتمع، تعبير عن اللي بيحصل في المجتمع، لأنه مش هتبقى مقنعة بالنسبة للمشاهد إذا حس إنه بيتفرج على عالم آخر غير العالم اللي هو بيعيشه. صحيح. يعني أنا لما أعيش حياة معينة وأجي أتفرج على دراما تلفزيونية بتصور الحياة دي لكن بصورة مختلفة خالص، مش هتبقى مقنعة بالنسبة لي. صحيح. طبعا. الدراما التاريخية لازم تكون معبرة عن المرحلة طبعا. التاريخية. طبعا. يعني أنا بحس إنه المعايشة الوجدانية للكاتب مهمة جدا، وكان عندنا كتاب عباقرة في المعايشة وفي التعبير. انت لما تقري رواية للأستاذ علي أحمد بكثير مكتوبة عن زمن المماليك لما حكموا مصر، تقري وإسلامها مثلا، تحسي إن الأستاذ بكثير مش من زمان، مش معاصر، إنه من زمن المماليك. لأنه ما فيش في الرواية كلمة مخالفة لزمن المماليك. صحيح. اللغة، المفردات، التعبير، المعايشة، أيوة. التصوير. لكن بيقع الكاتب أحيانا لما بتكون ثقافته محدودة أو صحيح. في أخطاء تاريخية، لما يجي مثلا ويقول على لسان أحد المماليك إن القومية العربية، المماليك كانوا بيقولوا القومية العربية؟ لا طبعا. أو إن الاشتراكية، المماليك كانوا بيقولوا الاشتراكية؟ فهنا يعني بتبقى في أخطاء طبعا. مش ممكن يعني. طبعا. بينما مثلا يعني كاتب بقامة الأستاذ بكثير لما تقرأ رواية من الألف إلى الياء، لو وقفتي من الأستاذ بكثير موقف التربص، أيوة. لو أنت يعني عاوزة تطلعي له غلطة مش هتقدري، لأن هو كاتبها بلغة العصر بتاعها. ده حقيقي. دكتور، من كمان المحطات المشروع البحثي مصر 2020 ده أجراه منتدى العالم الثالث، وحضرتك كان ليك مشاركة أيضا فيه. ده كان مشروع بيشرف عليه الدكتور إسماعيل صبري عبد الله والدكتور إبراهيم سعد الدين. نعم. وأنا اشتركت فيه. وكان الهدف استشراف آفاق التطور في نظام عالمي يتطور بسرعة الصاروخ. أيوة. ولا يرحم، يعني لا يرحم المتخلفين ولا المتقاعسين ولا اللي لا يواكبوا التطور. ثم الاتجاه إلى العولمة، ده معناها ان احنا هندخل في منافسة شرسة. صحيح. مع
الدول الأخرى. طيب هل في المنافسة دي هنفقد ذاتنا ولا هنحتفظ بذاتنا وبالهوية الحضارية وندخل في منافسة متكافئة وتكون عندنا مواردنا وقدراتنا ووعينا بما هو كائن وبما ينبغي أن يكون، بحيث يبقى تعاملنا مع المجتمع الدولي مبني على أساس الندية والتكافؤ، وما نبقاش متغير تابع ومتغير مستقل. صحيح. وما يبقاش طوفان العولمة هو الطوفان اللي هيغرقنا، لا، نقدر نتعامل معاه ونسبح فوقه ونطفو ونحقق ذاتنا ونتعامل معاه بما يحقق المصلحة الوطنية. طبعا. نطلع لفاصل يا دكتور ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. خليكم معانا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود. البرنامج احنا بنرصد فيه كل الشخصيات المصرية. بجدد التحية والترحيب بكل السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا. بنستكمل معاكم لقاءنا النهاردة في نجوم على لايف مع دكتور محمد ماهر قبيل، المحلل السياسي والأديب والشاعر والمفكر. برحب بحضرتك يا دكتور معانا مرة تانية، أهلا بيك. دكتور، لازم نمر على الشعر، وحضرتك ليك 3 دواوين مظبوط، الموت شعرا والصلاة شعرا والحياة شعرا. نتحدث عن فكرة دواوين الشعر دي سريعا عشان احنا خلاص فاضل لنا 3 دقايق. الموت شعرا أول ديوان ليا، وطبعا جمعت فيه كل القصائد اللي كتبتها في مرحلة الشباب. نعم. ولقى صدى طيب، واحتفل به النقاد. نعم. وكتب عنه أكتر من ناقد. ودخلت بيه معجم الشعراء العرب وتحققت بيه كشاعر، وتحط اسمي على قدم المساواة مع كل الشعراء الكبار. فالموت شعرا بالنسبة لي كان محطة فارقة. طبعا. ثم الصلاة شعرا هو ديوان كله قصائد دينية، وكان معجب به جدا الأستاذ رشاد كامل كيلاني، ابن الأستاذ كامل كيلاني رائد أدب الطفل، لدرجة إن هو تكفل بنشره وقال لي الناس ما بتشتريش دواوين الشعر، بس أنا هنشره لأنه عاجبني جدا. جميل. الديوان الثالث الحياة شعرا، ده من منشورات الهيئة العامة للكتاب. وكانت فكرته اللي قلتها في المقدمة، يعني هل يستطيع الشاعر أنه يحول الحياة إلى قصيدة شعر، أنه ينقل الواقع للغة الشعر، أنه يتعامل بمفردات الشعر مع المتغيرات الواقعية. يعني الشعر معناه الرومانسية، معناه المثالية، معناه المبادئ والمثل العليا. فازاي الإنسان يقدر يترجم في حياته المعاني دي؟ وأذكر أنه صديقي الشاعر أحمد الجبالي، وهو كان زميل برضه معانا في الإذاعة، قال أنه لما نتعامل مع محمد ماهر قبيل كإنسان نجده هو محمد ماهر قبيل الشاعر. يعني ما فيش، في ناس بتبقى عندها مسافة لما يجي يكتب تشوفي المبادئ والمثاليات والأخلاق فيما يكتب، لما تيجي تتعاملي معاه تلاقي صورة مختلفة. دكتور، محطة الجوائز والتكريمات، أول جايزة حضرتك حصلت عليها؟ أول جايزة كانت جايزة الدولة في الآداب. قبلها كانت في جوائز، يعني حاجات محدودة بقى، يعني في الكلية مثلا خدت جايزة ثقافية، اتعملت مسابقة ثقافية في الكلية في سنة أولى، فتقدمت وخدت جايزة ثقافية، وادوني كانت الجايزة أظن أفتكر شهادة استثمار وقتها أو حاجة كده. أيوة.
وبعدين جائزة الدولة في الآداب. خدت جائزة الدولة في الآداب عن قصة أبي نجار السواقي. لما دي كانت سنة كام يا فندم؟ خدتها 1993. تمام. قبلها خدت جايزة أو خدت المركز الأول، بس كان من مؤسسة خاصة. ويعني إلى حد ما بنعتبر دايما إنه التكريم الرسمي أو التقدير الرسمي بيكون في منزلة أسمى من التقدير الخاص. تمام. لكن كانت في مؤسسة خاصة أعلنت عن مسابقة في أدب الطفل، وأنا تقدمت وخدت المركز الأول. تمام. برضو خدت شهادة تقدير من الهيئة العامة للكتاب في أدب الطفل. فإلى حد ما كان أدب الطفل بالنسبة لي هو مجال الحصول على الجوائز. تمام. إيه الجائزة اللي حضرتك بتحلم بيها يا فندم؟ والله لما كبرت لقيت إنه الكاتب مش مفروض يحلم بجائزة، مفروض يحلم بإنه يكتب حاجات معينة تعبر عن ذاته. فأنا حاطط لنفسي يعني أهداف محددة في مجال الأدب، وأتمنى أني أحققها. يعني نفسي أكتب رواية واقعية تحكي تاريخ مصر في المرحلة اللي أنا عشتها. يعني تاخد تاريخ مصر كده مثلا من العدوان الثلاثي أو من قبله بشوية لغاية دلوقتي، ومن خلال أسرة مصرية تقدم، لأنه التاريخ الروائي للمجتمعات ده مهم وجميل جدا. صحيح. وفي كتاب كتير قبلنا قاموا بالمهمة دي. ولما تقري التاريخ في رواية تحسي قد إيه مختلف عن قراية كتاب تاريخ. طبعا. لما تقري تاريخ تولستوي للمجتمع الروسي تحسي قد إيه إنه التاريخ الروائي له مذاق طبعا مختلف. وبيعلق في الذهن وبيثبت. دكتور حضرتك نورتنا النهارده. انا بشكرك دكتور محمد ماهر قبيل، المحلل السياسي والاديب والشاعر والمفكر. شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. بشكرك يا فندم، وشكرا لكم والى اللقاء.